كلنا بنحب التميز بتتبيلات ووصفات المشاوي. يلا نعمل أطيب وأروع تتبيلة للشيش طاووق بحياتكم ما دقتوها. شوفوا اللحمة خطيرة، لحمة الدجاج الجنان، شوفوا كيف بتجنن. وهنا حبيباتي الفلفل المشوي بنغطيه بالسترتش راب عشان نعرف نقشر القشر، بيسهل علينا التقشير. شوفوا بسم الله، شوفوا كيف القشرة بتطلع عن قطعة الفلفل بكل سهولة. حاليا بعد ما قشرناها بنهرسها كتير كويس، وكده عملنا السر لوصفتنا. هرست الفلفل كتير كويس. راح نظبط التبهير: ملح، فلفل أسود، توم باودر، بصل باودر، زنجبيل، ربع معلقة من الهيل أو جوزة الطيب يعني، أو الحبهان أو جوزة الطيب، معلقة من الملح، بابريكا مدخنة لأن هو أساس وصفتنا البابريكا المشوية والمدخنة. بدي تراوى مع اللحوم والمشويات بصفة عامة. اللبن الرايب ضروري بالوصفة، اللبن الرايب بدي نكهة وطراوة. قلب تتبيلتنا اللذيذة اللي ريحتها مش قادرة بجد أوصف لكم الريحة الخطيرة. الشيش طاووق استخدمنا من الأفخاد يا جماعة مش الصدر، بيبقى جوسي أكتر وطري وسلس أكتر بالأكل. حاليا بنضيف تتبيلتنا الخطيرة الصوص كله ونقلب كل المزيج، نقلب بسم الله. حرفيا والله ما قادرة أوصف لكم جمال الريحة. تتبيلة بيرفكت، مش هتلاقوا أروع منها للشيش طاووق، مميزة وخطيرة. هنا بعد ما خلصنا التتبيل بإمكانكم نتركه ليلة كاملة عشان يتنكه، أو تستخدموه بعد ساعتين أو 6 ساعات علشان كده الفليفري تدخل جوات أنسجة الدجاج. حبيباتي بعد ما خلصنا أسياخ الشيش طاووق راح أغلفهم بالفويل وأحطهم بالفرن درجة حرارة 200 لما يستوي، وبعد كده أحمرهم من جميع الجهات. وما تنسوا تبخروها بالفحمة أي مشويات سواء الكفتة أو الشيش طاووق. بنجيب الصينية وبنحط فيها خبز الصاج زي ما واضح قدامكم، وبنعمل سلطة المشويات، سلطة البصل الأحمر بالبقدونس بالسماق بسم الله، وأوزع السلطة بكادر الصينية. شوفولي هالجمال قديش بيجنن. تعالوا نشوف. شوفوا اللحمة خطيرة، لحمة الدجاج الجنان، شوفوا كيف بتجنن، طرية وجوسي. بتمنى يا رب تعجبكم.